أحداث ساخنة عاشتها غرف الملابس بملعب أولد ترافورد عقب ديربي مدينة مانشستر الذي انتهى بفوز الضيف المتصدر السيتي على ملاحقه يونايتد. فالمباراة التي انتهت لصالح الزوار ب2-1 أفضت على ما يبدو إلى شجار بين لاعبي ومسؤولي الفريقين، وهو ما يوضحه لنا مراسلنا في مانشستر مات كريشلي. بعد 24 ساعة من انتهاء ديربي مانشستر، الحديث في المدينة يدور عما حدث، لكن ليس فقط على أرض الملعب. فبعد انتهاء المباراة وتحدث جوزيه مورينيو مع الإعلام، توجه صوب غرفة لاعبي مانشستر سيتي للتذمر من ارتفاع صوت الموسيقى والصخب الصادر عنه. ويبدو أن ذهابه إلى هناك لم يمضي على خير، حيث يقال إن قارورات لبن ومياه طارت باتجاه مورينيو، ولاعبين من يونايتد كانوا وراءه. المؤكد أن المدرب المساعد للسيتي ميكيل أرتيتا قد أصيب بجرح في رأسه، والآن أرسل الاتحاد الإنجليزي لكلا الناديين يستفسر عما وقع، وأمامهما مهلة حتى الأربعاء للرد على الاتحاد في فصل جديد من الصراع بين مورينيو وغوارديولا، الذي يشعر اليوم بأنه شخص سعيد بالفوز الذي تقدم به بفارق 11 نقطة في صدارة البريمير ليج.